لا يا بيه، اخش عليك ايه؟ انا ماليش في الدفاع اصلا، اعمل لك بتزايا. عثمان ديمبلي عسكري هارب من الحرب العالميه، يكره مصر، هدف القضاء على الايطاليين والالمان ومحمد صلاح. السلام عليكم، وحشتوني. انا جاي اشكركم على تفاعل الفيديو اللي فات اللي كان الحمد لله رب اكبر من توقعاتي، وده بسبب جدعنتك وتوفيق ربنا. فاستعد ان الفيديو دوت هيعجبك ان شاء الله، ولان انت بسطتني فانا هبسطك باذن الله بزياده. بس نكمل على التفاعل ده في كل الفيديوهات اللي جايه، وهعمل لك ماتش نهائي افريقيا اللي هيتلعب كمان 3 ساعات ده ان شاء الله. بس كده يلا بينا. استنى قبل ما نبدا، عايزين لايك من اول الفيديو زي المره اللي فاتت. بدا ماتش باريس وانتر بصراحه بين التاريخ والفلوس، وفي العادي التاريخ بيكسب، بس الفلوس كانت كتير قوي فالفلوس كسبت. وبعدين في حاجه شمال، في صحفيه ايطاليه كده كل ما الانتر بيوصل نهائي تقول لك لو الانتر كسب انا هقلع، ما اكيد مش هيكسب. واعتمد انريكي على دراسه خطوره الانتر، قام لقاها في المرتدات، قام ساب لهم الكوره وسوحهم ولعب هو على المرتدات. اما انزاجي فده نزل بسمر كتير على اساس يلعب مرتدات سريعه وكده، بس لما شاف تورام بيجري مع منديز حس بالخيانه او ان تورام راشش. المهم الشوط الاول كان شوط فضيحه، الانتر كان بيلعب جون مشترك، هو وباريس ما شاطوش الا على سمير، وده بدا في الدقيقه 11 بعد كوره مع كفارات سخيليا يخش يحنكش هو واحد ابيضاني مش فاكره في وسط 5 انتر، يلاقوهم متخدرين باين، فيبصوا لفيتينيا اللي يعدل ويقوم مباصيها تاني لدويه اللي ياخدها ويبصيها في وسط 3، اكمن 18 كان زحمه شويه، فتوصل لاشرف حكيمي اللي يديها واحد موظفين 1-0 لباريس. وبعدها في الدقيقه 19 ديمبلي يسرح على الوينج، محدش كلمه بس هو عرضها، توصل لدويه اللي استلم وشاط وحشه، بس ديماركو عمل واجب وحط فيها رجله بقت حلوه، تخدع سمير وجول 2-0 لباريس. عشان تخلص الفضيحه الصغيره وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر ايه؟ من وجهة نظرك. فين يا ابني الصحفية اللي هتقلع؟ جاي يتفرج عمك يتضوى على ضمضم الفلات، مش عارف التطور واخد الغرب على فين تاني، عملوا سلطانية يلعبوا فيها. دول الفريق الدولي للبكابورتات. ليه؟ للبكابورتات. ايه ده البكابورتات؟ مش عايز العب النهائي بكوره هسنطر بعنقود عنب يا جدعان. خطه ال5 دفاع بتعدي الكوره برضو، قلت نقف احنا ال10 ونتربط في جنزير ومحدش هيعدي. نزلوا ايديكوا يا رجاله، ايطاليا عمرها ما استنت التسلل ينقذها، ديماركو هينقذها. بيلا تشاو. ارجوك ما تقتلنيش، ما تموتنيش، ما تخطفنيش، ما تاكلنيش. لا يا اسطى خلاص احنا مش زعلانين، لا ما دام اعتذرت يبقى احنا هنفوق بالجول ده. لا يا بيه اخش عليك ايه؟ انا ماليش في الدفاع اصلا، اعمل لك بتزايا. كم مره هقول ان ايطاليا وراها رجاله، وما دام ديماركو فيها يبقى خلاص. ما هي خلاص فعلا. انا ايه بقى؟ يا رب احميني من نفسي، انا غبي قوي. يا لهوي ضيعنا الركنيه اللي حيلتنا، ما كانت بتخش في برشلونه عادي. اتهد بقى اتهد بقى. الحمد لله على السلامه. انت في حضره فقرتنا المعتاده اسرار وخبايا المستديره عن اللاعب اللي كان عادي في النهائي، ويمكن ده اللي لفت انتباهي وخلينا ننقلك لابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وقلت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في فرنسا والمانيا والحرب العالميه الاولى والثانيه. عثمان ديمبلي عسكري هارب من الحرب العالميه، يكره مصر، هدف القضاء على الايطاليين والالمان ومحمد صلاح. فلو بصينا على المكان الذي ولد به عثمان ديمبلي سنجد ولد في اقليم اور بفرنسا. اقليم اور التابع لمنطقه نورماندي. غزو النورماندي الذي كان ضد المانيا وبلاد المحور على ارض فرنسا التي يلعب لها عثمان ديمبلي. ساعات كنت بحلم اكون محارب في الحرب العالميه، بس قلت اتضرب بمدفع، فقلت اكون محارب في القرون الوسطى، بس قلت اتضرب بخنجريه. ما تاخد اثبات جديد، يلعب عثمان ديمبلي في نادي باريس سان جيرمان الذي هزم في نهائي دوري ابطال اوروبا في عام 2020 امام البايرن الذي كان سوف يلعب في اسطنبول. البايرن المانيا، اسطنبول تركيا، المانيا وتركيا بلاد المحور الذي حاربت فرنسا وبلاد الحلفاء في الحرب العالميه الاولى. 10,000 مشاهده و1000 لايك. فتاخد النهي، يسمى اعداء فرنسا في الحرب العالميه ببلاد المحور محور 26 يوليو الذي يتواجد في مصر التي احتلتها فرنسا في الحملة الفرنسية، مصر التي أتى منها أيضا محمد صلاح الذي ينافس عثمان ديمبلي في الكرة الذهبية. وبشبك الخيوط إذن عثمان ديمبلي عسكري هارب من الحرب العالمية، يكره مصر، هدف القضاء على الايطاليين والالمان ومحمد صلاح. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. الشوط الثاني كان رساله قاسيه على الانتر، لو فتحتها هتلاقي مكتوب فيها فضيحه برضه، وده حصل في الدقيقه 63. فيتينيا يتسرع ياخد الكره من نص الملعب ويقعد يجري بسرعه، لعيبه الانتر تسيبه يمكن وراه نهائي ولا حاجه، فيبصي لدوي اللي يديها ارضي 3-0 لباريس. وعشان الانتر ما بيقاومش فباريس يتمادى، وفي الدقيقه 72 لحظات عبثيه بعد كره من ديمبلي في نص الملعب
يرميها كده يلاقيها انفراد لكفاره سخيليا. لعيبه الانتر تقول 3-4 فمحدش يروح له، يوصل لسومير، سومير يقول يمين زي شمال فيترمي يمين الكره شمال 4-0 لباريس. وفي وسط دموعه ايطاليات حلوه وايطاليين تانيين بكرش، تيجي الدقيقه 85 لعيبه باريس تعمل وان تو هات وبتاع، يلاقوا عيل جديد اسمه مايلو يقرروا ان هو ده اللي هيجيب الجون، فيوصلوه لبطن سومير اللي يحمي وشه اللي قد كده ويسيب الجون اللي قد كده، فتتشاط 5-0 لباريس. عشان تخلص الاحداث على كده واقرر ادي لك ملخص الشوط الثاني من وجهه نظر بقى كيس اللب الاسمر اللي عندنا. لا طبعا اكيد مش هنخسر من اول 5 دقايق في الشوط، ايوه كده اول ربع ساعه معقول يا راجل. هو ميت، الميت اهو، الميت اهو، الميت اهو، حبيبه ميت. هوب البنج 700 ومع ذلك انقذتها. اللي بعده احنا انكتب علينا الدفاع المتقدم، عايزيننا نرجع دلوقتي ونخالف المكتوب. انا مش هلعب برجوله الا لو فرشتولي الارض دقيق وسميتوني ملك الاسباجيتي. انت سنعاوي، انت مخبيه. لا ده سنعاوي مخبيه السنعاوي، هو انت مخبيه يا لئيم مخبيه. يا اول هجمه نعملها ما تخلونا نعيش الماتش من اوله. هبدا بالاختبار وبالانذار شديد اللهجه. انت لسه هتختبر طول في الرابع. اصحى وركز معايا يا معلم، طلع الفلوس اللي في جيبك. استنى وحياة ابوك يا كابتن، الموت وقعت وحياة ابوك ما تعمل حاجه. استنى وحياة ابوك وحياة ابوك، استنى يا كابتن. ايه ده؟ انا فهمت حاجه دلوقتي. لعيبه باريس ما بتشوطش الا في الضيقه. من النهارده ما فيش اجوال تاني بعد الخامس. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد هنا. وما تنساش اللايك والشير والتعليق والاشتراك، وانك تدعي لنفسك وتدعي لاخواتنا المستضعفين في كل حته، لان ده وقت مميز من ربنا. الحمد لله ده وقت هديه من ربنا لحد يوم عرفه، فربنا يكرمني ويكرمكم، وكل سنه وانتم طيبين. وبس كده، انا كده خلصت. سلام.